هادي ماشي غير قضية، هادي هي الضربة ديال الكاو التقنية. هاد البوست هو المسمار الأخير في النعش ديال المصداقية ديال الصفراوي. هادشي اللي خرج دابا من عند الشركة المالكة مباشرة كيفضح كل شيء وكيزيد يأكد التحليلات اللي درنا من قبل. يلا نديرو تحليل لهاد القنبلة الجديدة ونربطوها مع داكشي اللي فات، وبالطبع ما غنساوش نذكروا المقاول بالتحدي ديالو. انا بغيت نعرف. تحليل معمق. الجزء السابع: إشعار هام من بانغوليا، سقوط أسطورة بايتسكين بالدليل الرسمي. السي المقاول، سمعتي آخر الأخبار؟ ولا مازال كتسنى لغة الجسد والملامح؟ الشركة المالكة لموقع بايتسكين اللي ولا دابا بيتكين خرجت ببلاغ رسمي كتقول فيه بالحرف الواحد: راه كاين واحد خونا كينصب سميتنا. هادي ما بقاتش غير رياكشن ديال ياسين ولا تحليل ديال شي واحد، هادي شهادة من موالين الدار براسهم. يلا نفككو هاد الفضيحة. أولاً، تفكيك الإشعار الهام كلمة بكلمة. هاد البوست ديال شركة بانغوليا هو وثيقة تاريخية في هاد الملف. يلا نشوفو شنو قالوا. Someone is falsely claiming ownership of Bitkin.com. شي واحد كيدعي كذباً أنه مالك موقع Bitkin.com. هادي هي الجملة اللي كتقتل القصة ديال الصفراوي من جدر. الشركة كتقولها واضحة، الادعاء ديالو بالملكية هو كذبة، false claim. ما قالتش سوء تفاهم، ما قالتش شريك سابق، قالت كذبة. using that false claim to promote and sell a course. وكيستعمل هذا الادعاء الكاذب باش يروج ويبيع واحد الدورة. تحليل. هنا كيكملوا الصورة، كيربطوا مباشرة بين ديك الكذبة وبين البيع ديال الكوتشينغ ديالو. يعني هما فاهمين أن ديك القصة ديال شريت وبعت ما كانتش غير عياقة خوية، كانت هي الطعم الأساسي باش يصيد الضحايا. This is what affiliated with us in any way. هادشي ما عنده بينا حتى شي علاقة. تحليل. هاد الشركة كتنفي أي صلة من قريب أو بعيد. هادشي كينسف حتى ديك الفرضية ديال يمكن كان عنده معاهم شي شراكة صغيرة. لا، والو، زيرو علاقة. تانسبيريت من البروفيسور. هذا خدامين معايا 4 تاع الأطباء الأمريكانيين. Our CEO, Simon Trowell, confirms that we have never sold it. الرئيس التنفيذي ديالنا سايمون ترول كيأكد أننا عمرنا بعناه. هادشي كيجاوب بشكل قاطع على ديك القصة ديال شريته $58,000 وبعتو $800,000. كلها كانت فيلم من نسج الخيال. We're incredibly saddened and frustrated. It risks misleading our community. حنا حزينين ومحبطين بزاف، وهادشي كيهدد بتضليل المجتمع ديالنا. Please be cautious and always verify information. If it sounds off, it probably is. عافاكم كونوا حذرين وديما تحققوا من المعلومات. إلا شي حاجة بنت لكم ماشي هي هاديك، راه غالبا ماشي هي هاديك. هادي نصيحة ذهبية. الشركة براسها كتقول للناس فيقوا وعيقوا، وهادي هي نفس الرسالة اللي كنحاولوا نوصلوها. القصة ديال الصفراوي من الأول كانت كتبان ماشي هي هاديك. عندي بروجيات كبار راني خدام عليهم مع ناس كبار. عندي بروجي راه غادي يكون فيه سعد المجرد كذا، ناس كبار، داك الشيء راه جاي في الطريق، يكون شي حاجه هربانه. والله العلي العظيم الا مسبق هذا الشيء، لان هذا بالنسبه لي انا الربح ديالو. الحمد لله لعبت كلوزا ب 20 مليون تاع الدولار. بزاف د السياسيين كيحاولوا يفيكيو ولك الجسم ديالو كيبدا يشطح. الحمد لله لعبت كلوزا ب 20 مليون تاع الدولار. قلتها للدراري كبار في الويب، صعيب اللي غيكون كلوزا ب 20 مليون تاع الدولار. ثانياً، هاد البلاغ شنو كيعني بالنسبة للملف كامل؟ هاد البوست ماشي مجرد الدليل الجديد، هو الدليل الأم، the mother of all evidence. تأكيد رسمي لكل الشكوك، كل التحليلات اللي دارت وكل شهادات ديال الضحايا اللي شكوا في هاد القصة دابا ولات مؤكدة بشكل رسمي من عند المصدر. ما بقى عند حتى شي واحد يقول يمكن غالطين. سقوط أسطورة المستثمر العبقري، الصورة اللي بناها الصفراوي لراسو على أنه واحد المعلم في الاستثمار اللي عنده العين اللي كتشوف الذهب دابا طاحت في الأرض، تبين أنه مجرد ممثل كان كيمثل دور ماشي ديالو. فضيحة دولية. القضية ما بقاتش غير بين المغاربة، دابا ولات شركة دولية مقرها في سنغافورة على ما أظن كتهضر على عملية نصب كتستعمل الاسم ديالها. هادشي كيعطي القضية بعد آخر. الكرة في الملعب المقاول. السي المقاول، مازالين في التحدي ديالك. دابا ما بقيتيش غتواجه غير شهادات ديال شباب غلطين،
دابا عندك بلاغ رسمي من شركة عالمية والرئيس التنفيذي ديالها. انا بغيت نعرف. السؤال دابا هو واش غتخرج تقول لنا ان الرئيس التنفيذي ديال بانغوليا حتى هو حاسد صاحبك الصفراوي؟ واش غتقول لنا ان هاد الشركة حتى هي باغيه دير نيش في اليوتيوب على ظهر صاحبك؟ واش غتستضيف الرئيس التنفيذي ديال الشركة في اللايف ديال 21 باش نسمعوا للطرفين؟ هادشي بحال داك الشفار اللي كان كيقول للناس في الدرب انا هو مول القصر ديال الملك، وبقى كيبيع لهم الوهم وكيجمع منهم الفلوس على اساس غيدخلوا يخدموا في القصر. حتى خرج الديوان الملكي ببلاغ رسمي كيقول كان حذر المواطنين من واحد الشخص كيدعي انه هو مول القصر. هاد السيد شفار وما عندنا بينا حتى شي علاقه. واش مازال شي واحد غيثيق داك الشفار؟ ثالثا، الرساله النهائيه بعد هاد الفضيحه. هاد البلاغ هو فرصه ذهبيه للناس اللي مازالين نائمين في الطاحونه باش يفيقوا. خاصهم يسولوا راسهم سؤال بسيط: إلا كان السيد اللي كنثيقوا فيه وكنتبعوا قدر يكذب علينا في هاد القصه الكبيره والاساسيه بهاد الطريقه المفضوحه، فشنو هما الحوايج الاخرين اللي كذب علينا فيهم؟ الكذبه ديال بايتسكين ماشي مجرد كذبه عابره، هي الساس ديال كل شيء، هي الحجر الاساس اللي تبنت عليه القلعه ديال الوهم كامله. ودابا داك الحجر تفرتت والقلعه كلها غاديه وكطريب. الناس اللي غيحضروا اللايف ديال 21 دابا عندكم سلاح فتاك، ما محتاجينش حتى تجبدوا شهادات اخرين. يكفي انكم تحطوا هذا البلاغ الرسمي قدام الصفراوي والمقاول وتسولوهم سؤال واحد: شكون اللي كيكذب، نتوما ولا الرئيس التنفيذي ديال شركه عالميه؟ وخليهم يتخبطوا في الجواب.